أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع ممكن يبان بسيط لناس كتير، بس الحقيقة المصادر اللي معانا بتكشف حاجات مهمة قوي. الأخطاء اللي بنعملها وإحنا بنغسل وشنا، حاجات ممكن تكون تلقائية خالص، لكن تأثيرها على بشرتنا ممكن يكون سلبي جدا. فعلا، وممكن تكون حاجات بسيطة قوي يعني، زي إيه مثلا؟ زي نوع الصابون اللي بنستخدمه، أو مثلا درجة حرارة المية. حاجات صغيرة بس بتفرق قوي في صحة البشرة ونضارتها على المدى الطويل. تمام. هدفنا النهاردة نفهم الأخطاء دي كويس، ونعرف ليه هي غلط وإزاي نتجنبها، عشان نحول الروتين البسيط ده لعناية حقيقية بالبشرة. مظبوط. طيب نبدأ بأول غلطة، وأعتقد دي منتشرة قوي، استخدام صابون الجسم العادي على الوش. ليه ده مش صح؟ بصي، صابون الجسم تركيبته مختلفة تماما. هو معمول عشان ينظف الجسم، وده بيخليه قاسي جدا على بشرة الوش الرقيق. قاسي إزاي بيعمل إيه بالظبط؟ أول حاجة، بيشيل كل الزيوت الطبيعية اللي البشرة محتاجاها عشان تفضل رطبة. تاني حاجة، بيدمر الحاجز الواقي بتاع البشرة. الحاجز الواقي؟ ده زي درع كده بيحمي البشرة من الجفاف ومن أي ملوثات أو بكتيريا من بره. لما الصابون العادي ده بيضعفه، البشرة بتبقى عرضة قوي للجفاف، للالتهابات، وممكن حتى للحبوب. يا خبر! الموضوع مش مجرد إن الوش بينشف شوية وخلاص؟ لا طبعا، أخطر من كده بكتير. عشان كده لازم غسول مخصص للوجه، ومناسب كمان لنوع البشرة، سواء بقى دهنية، جافة، مختلطة، أو حتى حساسة. تمام قوي، ودي نقطة مهمة فعلا. طيب نروح لغلطة تانية شائعة جدا، وهي غسيل الوش بمية سخنة قوي. دي كمان كارثة. المية السخنة ليها تقريبا نفس تأثير الصابون الغلط. بتعمل جفاف برضو؟ بتعمل جفاف طبعا، لأنها بتساعد إن الزيوت الطبيعية المفيدة دي تطير بسرعة من على البشرة، وكمان بتوسع الشعيرات الدموية زيادة عن اللزوم، وده ممكن يسبب إحمرار وتهيج، بالذات للبشرة الحساسة. طيب والحل؟ مية باردة؟ لا، الأفضل دايما المية الفترة. دي أنسب درجة حرارة لتنظيف البشرة من غير ما تأذيها. وممكن زي ما بعض المصادر بتقول إننا نشطف الوش في الآخر شطفة سريعة بمية باردة. ده ممكن يساعد يقفل المسام شوية ويهدي البشرة. فهمت. ومع المية الفترة طريقة الغسيل نفسها، المصادر بتقول بلاش فرك جامد. بالظبط. التعامل مع بشرة الوش لازم يكون بمنتهى اللطف، بأطراف الصوابع كده وبحركات دايرية خفيفة. الفرك الجامد ده ممكن يسبب تهيج ومشاكل إحنا في غنى عنها. تمام، يبقى مية فترة وحركات لطيفة. طيب نرجع لنقطة الغسول. حتى لو جبنا غسول مخصص للوجه، ممكن نغلط في اختيار النوع نفسه، صح؟ أكيد. اختيار الغسول اللي مش مناسب لنوع بشرتك ممكن يسبب مشاكل هو كمان. زي ايه مثلا؟ المصادر كانت محددة قوي في النقطة دي. بصي، لو البشرة دهنية محتاجة غسول يساعد يتحكم في الزيوت الزيادة وينظف المسام كويس، مثلا غسول فيه حمض ساليسيليك أو يمكن فحم نشط. تمام. أما بقى لو البشرة جافة، فمحتاجة العكس. محتاجة غسول يكون فيه مواد مرطبة زي الجليسرين أو حمض الهيالورونيك، عشان يساعدها تحتفظ بالرطوبة وما تنشفش زيادة مع الغسيل. ولو حساسة؟ البشرة الحساسة دي بقى محتاجة معاملة خاصة جدا. غسول يكون لطيف قوي ومن غير أي عطور أو كحول أو مواد ممكن تسبب تهيج. لازم ندور على كلمة لطيف أو للبشرة الحساسة على العبوة. معرفة نوع بشرتي ده أساسي عشان أختار صح. طبعا، ده مفتاح التوازن كله. طيب، والمصادر كمان ذكرت أخطاء تانية بسرعة كده بس مهمة برضو، زي مثلا زي إيه؟ غسيل الوش أكتر من مرتين في اليوم. ده ممكن يعمل نتيجة عكسية، صح؟ مظبوط. يا إما يسبب جفاف زيادة، أو يخلي البشرة تفرز دهون أكتر عشان تعوض. مرتين كفاية قوي، مرة الصبح ومرة بالليل، إلا لو في سبب قوي زي بعد التمرين مثلا. وفي كمان نقطة عدم شطف الغسول كويس. دي مهمة جدا. بقايا الغسول دي ممكن تسد المسام وتعمل التهابات وحبوب. لازم نتأكد إننا شطفنا الوش كويس قوي بالمية الفترة. واستخدام فوطة خشنة أو مش نظيفة، دي برضو من الأخطاء الشائعة. الفوطة لازم تكون ناعمة، قطن مثلا، ومخصصة للوش بس، وتتغير بانتظام عشان البكتيريا. وبلاش نفرك الوش بالفوطة عشان ننشفه، الأفضل طبطبة خفيفة. وفي كمان نسيان الترطيب بعد الغسيل مباشرة. دي خطوة أساسية جدا. بعد الغسيل مباشرة والمسام لسه مفتوحة شوية، ده أفضل وقت نحط المرطب عشان نحبس الرطوبة جوه البشرة. لو استنينا كتير، البشرة هتبدأ تجف. والإفراط في التقشير اليومي؟ التقشير مهم، بس مش كل يوم طبعا.
ده بيضاعف حاجز البشرة جدا. مرة أو مرتين في الأسبوع كفاية قوي، حسب نوع البشرة واحتياجها. وآخر حاجة، غسل الإيدين قبل ما نلمس وشنا. أساسية وبديهية، بس كتير بينسوها. إيدينا بتلمس حاجات كتير طول اليوم ومليانة بكتيريا، مينفعش ننقلها لوشنا. فعلا. يعني لو لخصنا كده، أغلب الأخطاء بتدور حوالين القسوة الزيادة أو الإهمال. بالظبط. يا إما بنتعامل مع بشرتنا بعنف زيادة، بمية سخنة قوي أو فرك جامد أو منتجات غلط، أو بنغسل كتير قوي، أو بنهمل خطوات ضرورية زي الشطف الكويس والترطيب والنظافة. يعني المعادلة هي اللطف والتوازن. هي دي الخلاصة. بشرة الوش دي نسيج رقيق وحساس، محتاج عناية خاصة، مش مجرد تنظيف وخلاص. يبقى تغييرات بسيطة واعية في الروتين ده ممكن تعمل فرق كبير قوي في صحة البشرة وشكلها. الموضوع بس محتاج شوية تركيز في التفاصيل. وهنا بقى تيجي نقطة أخيرة ممكن نفكر فيها بعد ما نخلص كلامنا. المصادر بتلمح لحاجة لطيفة. اللي هي إيه؟ هل احتياجات بشرتنا للغسول بتفضل زي ما هي طول السنة؟ يعني هل الغسول اللي بستخدمه في الصيف هو نفسه اللي هستخدمه في الشتاء؟ سؤال وجيه. بالظبط. ممكن في الصيف مع الحر والعرق نحتاج غسول يكون أخف شوية ومنعش أكتر، وفي الشتاء مع الجو الجاف ممكن نحتاج غسول يكون مرطب أكتر عشان يساعد البشرة تواجه الجفاف. فكرة ممتازة، بتخلي الواحد يفكر إن العناية بالبشرة دي حاجة محتاجة متابعة وتعديل مستمر حسب الظروف. تماماً، علاقة ديناميكية مش ثابتة. جميل جدا. بكده نكون لخصنا أهم النقط من تحليلنا لمصادر النهاردة عن أخطاء غسيل الوجه. شكرا جدا على المتابعة.